السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في زمن بعيد، بمدينة عريقة تعرف بأسواقها الصاخبة وحرفيها المهرة، عاش شاب اسمه يوسف. كان يوسف شابا طموحا يعمل صانعا للمجوهرات. لم يكن يمتلك الكثير، لكنه كان غنيا بقلبه الطاهر ويقينه بأن الرزق بيد الله. كان يوسف يمتلك ورشة صغيرة ورثها عن أبيه، ويحلم بأن يصبح يوما ما أفضل صائغ في المدينة. كان يوسف يصنع أجمل الحلي بمهارة فائقة، ولكن زبائنه كانوا قلة بسبب صغر ورشته وتواضعها. في أحد الأيام، دخل إلى ورشته رجل كبير في السن، يبدو عليه السفر والتعب، يحمل في يده قطعة ذهبية صغيرة جدا، لا تساوي إلا درهما واحدا. الرجل: يا بني، هل يمكنك أن تصنع لي خاتما بهذا الدرهم؟ يوسف: يا سيدي، هذا الدرهم بالكاد يكفي لثمن الخاتم نفسه، ولكنه شرف لي أن أخدمك. صنع يوسف للرجل الخاتم، وأبدع فيه كعادته، دون أن ينظر إلى قيمة الدرهم. ابتسم الرجل وهو يتسلم الخاتم، وشكر يوسف كثيرا، ثم اختفى الرجل كما جاء، تاركا يوسف يفكر في هذا الزبون الغريب. بعد بضعة أيام، انتشر خبر عاجل في المدينة: لقد فقد تاج الملك، ومن يجده أو يقدم معلومات عنه فسيكافأ بسخائد. اهتزت المدينة لهذا الخبر، فالتاج ليس مجرد قطعة زينة، بل هو رمز لسلطة الملك وعزته. مرت الأيام، وعاش يوسف حياته المعتادة، يصنع حليا بسيطة ويكافح لتأمين رزقه. في إحدى الليالي، بينما كان يوسف يصلي، سمع طرقا خفيفا على باب ورشته. فتح الباب ليجد رجلا ملثما، يرتدي ثيابا بالية، وفي يدها لفة قماش. الرجل الملثم: هل أنت الصائغ يوسف؟ يوسف: نعم، أنا هو. الرجل الملثم: أريدك أن تصلح هذه القطعة لي، إنها غالية على قلبي. فتح الرجل اللفة، وسقط قلب يوسف في قدميه. كانت القطعة المتضررة هي جزء من تاج الملك المفقود. كان الذهب فيها قديما ومكسورا. نظر يوسف إلى الرجل، ثم تذكر أمر الملك. يوسف بهدوء: هل يمكنني أن أحتفظ بها الليلة لأصلحها بعناية؟ سأبذل قصارى جهدي. الرجل الملثم بتردد: حسنا، لكن لا تتأخر. خرج الرجل، وأغلق يوسف الباب بسرعة، وعقله يدور. ماذا سيفعل؟ هل يسلم الرجل للسلطات؟ أم يصلح التاج؟ لكن إيمانه بأن الأمانة واجب، وأن الظلم لا يجوز، جعله يتخذ قرارا حاسما. كان قرار يوسف صعبا، لكن قلبه المؤمن هداه. في صباح اليوم التالي، بينما كانت المدينة تستيقظ، خرج يوسف من ورشته حاملا التاج المرمم بعناية، وتوجه مباشرة إلى قصر الملك. كان الجنود على الأبواب يمنعونه، لكن إصراره ولهجته الصادقة جعلتهم يسمحون له بالدخول. دخل يوسف إلى قاعة العرش، حيث كان الملك يجلس مهموما، تحيط به حاشيته. تقدم يوسف بثقة وإجلال، وقدم التاج للملك. يوسف: يا مولاي، هذا هو تاجك المفقود، وقد أصلحت ما تضرر منه. نظر الملك إلى التاج المرمم بذهول، ثم نظر إلى يوسف، وطلب منه أن يروي القصة كاملة. حكى يوسف كل ما حدث، عن الرجل الملثم وكيف جاء إليه بالتاج، وعن قراره بأن يصلح التاج أولا ثم يذهب للملك، مؤمنا بأن الأمانة أهم. أصغى الملك باهتمام، ثم ابتسم ابتسامة حكيمة. الملك: يا يوسف، أمانتك فاقت كل وصف، لكن الأغرب هو أنك لم تسلم الرجل اللص. لماذا؟ يوسف: يا مولاي، إيماني علمني أن الله هو الستار، ولعل هذا الرجل له ظروف، وأنا أرضت أن أرد الأمانة لك أولا. في تلك اللحظة، نهض الملك عن عرشه، وتقدم نحو يوسف. وفجأة، خلع الملك عباءته الفخمة ليكشف عن هويته الحقيقية. لم يكن سوى الرجل.
العجوز الذي جاء إلى ورشة يوسف قبل أيام ليصنع له خاتما بدرهم. اندهش يوسف لدرجة أنه كاد يسقط أرضا من هول المفاجأة. نظر إلى الملك الذي كان يبتسم بكل ود، ثم نظر إلى الخاتم البسيط الذي كان لا يزال يلمع في إصبع الملك الصغير. الملك: يا يوسف، لقد تعمدت التنكر في هيئة ذلك الرجل الفقير لأختبر أمانة حرفي مدينتي، فلم أجد من يقبل بصناعة خاتم بدرهم واحد ويتقنه كأنه يصنع تاجا للملك إلا أنت. أما الرجل الملثم فلم يكن للصن، بل كان أحد حراسي الأوفياء أرسلته إليك بالتاج لأرى كيف ستتصرف مع مال لا تملكه. انحنى يوسف للملك، وقد تجمعت الدموع في عينيه من الفرح والراحة. الملك: أمانتك لم تكن مع التاج فحسب، بل كانت مع ذلك الدرهم الوحيد. ومن يتقي الله في القليل يأتمنه الله على الكثير. لذا أعلن اليوم أمام الجميع أن يوسف هو كبير صائغي المملكة، وله بيت في جوار القصر، وميزانية مفتوحة لتعليم شباب المدينة حرفة الصدق قبل حرفة الصياغة. عاش يوسف بقية حياته في رغد وهناء، ولم ينس أبدا تلك الليلة التي اختار فيها الأمانة على الخداع. وصار بيته مقصدا لكل من يبحث عن الحكمة، وكان دائما يقول لكل من يسأله عن سر نجاحه: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه بأضعاف مضاعفة.